السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا تعالوا نعمل الغدا بتاعنا وكله من الفريزر، مش هنروح لا كده ولا كده. دي الحاجات اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض. ليه؟ متابعة من المتابعين حبايبي سألتني هي البطاطس مش هتسود؟ لا ان شاء الله مش هتسود، لان احنا اولا مش عاملين كمية للسنة ده، احنا عاملينها ايه فترة بسيطة جدا، بحيث ان احنا نرجع من مدارسنا نلاقي حاجتنا جاهزة عندنا. وكنت هنا مجهزة بصلاية كده زي ما انتم شايفين، بحيث اخرطها ايه تخريط حلقات كده او دوائر زي ما انتم شايفين كده. المهم ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديوهاتنا جميله. ليه مش متابعينا؟ لا متابعينا، ده انتوا حبايبي والله، وبتعلقوا لي وتعليقاتكم بتسعدني جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه البطاطس اهي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، ما سودتش ولا حاجه، احنا مطلعينها من الفريزر على الطاجن على طول تمام كده. وهنا بقى عندنا ملح وكمون وشطه وفلفل اسمر وبتاع دوت، وبسم الله الرحمن الرحيم، وقالب ماجي وشويه بهارات ومعلقه من الثوم. وهناخد الدنيا دي تقليبه مع بعض كده حلوه، بس نحط لها ايه كمان؟ لسه الفلفل، اوعوا تنسوه، الفلفل اللي احنا برضو فرزناه مع بعض بينفعنا زي ما انتم شايفين اهو. هناخد منه شويه، مش هناخد منه كتير، احنا عاملين على قد الغدوه مش اكتر من كده. تمام كده حبايبي. ومسكيهم بقى دلكيهم مع بعض تدليكه حلوه، وظبط لنا الدنيا كده عشان ايه الحاجه تاخد من بعضها كده وتبقى كلها طعمها جميل ان شاء الله. المهم كان عندي 3 وراك كده برضو في الثلاجه وكنت مجهزاهم ومغسولين ومتظبطين ومتفرزين برضو. رحت ايه مقلباهم معاهم ومدلكاهم كده بالتتبيله اللي احنا ايه عاملينها في قلب البطاطس. تمام كده حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم ظبطنا الطاجن زي ما انتم شايفين شكله كده، وهنحط عليه الطماطم بتاعتنا اللي هي برضو متفرزه. ده كان قرن فلفل كده، انا بحب احطه ايه على وش الفراخ. تمام كده. هاتي بقى الطماطم اللي انت مفرزاها، مفيش مشكله، انا ما كانش عندي وقت وكنت مستعجله وكنت نسيت اطلع الطماطم ان هي ايه تفك من بعضها. المهم فكيتها انا وحطيت عليها نص كوبايه من الميه كده، بحيث ان هي ايه تتشرب مع البطاطس. فكيناها بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت، وهندخلها الفرن لمده نص ساعه، هتطلع معانا مستويه وجميله جدا. تعالوا بقى قبل ما الطاجن يخرج من الفرن نكون احنا عملنا ايه حاجه كمان. يلا بينا على البوتاجاز. هنا بقى جبنا حله صغيره كده ومعلقتين سمنه بلدي كده زي ما انتم شايفين، وهنبدا نعمل شويه الرز بتوعنا اللي هم الجمال اللي بشعريه دول. انا بحب الرز ابو شعريه ده قوي يا جماعه، والله العظيم جميل جدا. عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا 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 من تعليقاتكم الجميله اللي انتم بتعلقوها لي ودعمكم للصفحه. الحمد لله، ربنا يكبر بخاطركم كده زي ما بتكبروا بخاطري دايما يا رب. كل اللي هيكبر بخاطري بدعوه حلوه في التعليقات او يدعمني ويدعم الصفحه بتاعتنا، الحمد لله صفحتنا جميله ومحترمه ولله الحمد، والناس كلها بتحبها. فانا والله مبسوطه جدا 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 بيكم وبتمنى لكم كل خير يا رب. المهم بدأنا ان احنا نحمر الشعريه كده. طبعا كلكم عارفين يعني ايه تحمير شعريه، الموضوع مش مستاهل يعني، بس في بنات لسه صغننه كده بتتعلم، فاحنا قلنا ايه ناخدها دوره معانا كده. المهم محضرين جنبنا ايه شويه كمون على شويه ملح، بس مش اكتر من كده. انا بحب اديله شويه الكمون دول، بيدوا للرز ريحه جميله جدا وطعم حلو قوي يا جماعه، بيفرقوا في الرز معاك ابو شعريه بالذات، او عامه اي رز بس ابو شعريه بالذات يعني، فاهمني؟ المهم هنجيب الرز كده نحطه بعد تحمير الشعريه ما تاخد اللون الذهبي، ما تسيبهاش تتحرق منك، ونحط عليها الكمون والملح ونديهم تقليبه على النار كده ياخدوا من بعض كده ويبقى طعمهم حلو وريحه حلوه. ممكن يكون ما عندكيش شوربه، مش مستاهله شوربه على فكره، زي ما انتم شايفين كده انا حطيت ميه، فيها مشكله كده يا جماعه؟ ما فيهاش مشكله، الكمون هيديكي ريحه حلوه قوي. المهم كان عبال ما خلصنا الرز الطاجن طلع بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده من الفرن يا جماعه، والله العظيم الله اكبر على البطاطس، طلعت تحفه تحفه تحفه. وادي الرز بتاعنا استوى، وده الليمون اللي احنا كنا مخللينه مع بعض يا جماعه استوى وبقى جميل، وعايزه اقول لكم طعمه حكايه والله العظيم حكايه. ارجعوا للصفحه، ارجعوا للفيديوهات بتاعتنا، هتلاقي الليمون من اسهل ما يمكن، ما فيهوش اي حاجه، خد طعم جميل جدا جدا ومش هيسود منك حتى لو قعد مده طويله جدا جدا عندك. الرق على الصنعه والرق على النفس والرق على انك تقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هو ده اللي هيطلع كل حاجه من ايدك جميله. هتقولي لي طبعا انت بترغي، لا مش برغي والله. بص بقى قلت لمروان هات معلقه، راح جايب لي معلقه صغيره، هدي يا مروان اللي هتشبعنا، وقعدنا نتسابق انا وهو على الاكل كده، وجينا نقطع الفراخ لقيناها سخنه ما عرفناش نقطعها ولا ناكلها. المهم مروان راح شددها كده وراح مقلعها الفستان بتاعها زي ما انتوا هتشوفوا كده، هنتخانق انا وهو على الموضوع دوت. حرام عليك يا مروان، قلعت الفرخه الفستان ما عرفش ياكل يا عيني. المهم لو وصلتوا لهنا ادوني لايك وادوني شير ودعوه حلوه من قلوبكم، قولوا لي منى اعمل لنا حاجه حلوه الفيديو الجاي ان شاء الله.